السلام عليكم. غتكونوا لاحظتوا مؤخرا ان كلشي لاعبين المنتخب الوطني المغربي لابسين قطاسات غوز، وماشي غير كاع اللاعبين المنتخب الوطني المغربي، بل كاع اللاعبين اللي كاينين في كاس العالم وكل المنتخبات غادي يستعملوا القطاسات غوز، وهذا الشيء الفيفا اللي بغاتو بالمناسبه. فالسؤال المطروح هو علاش بالضبط اللون الغوز، وشنو هي الخصوصيه ديالته؟ باش نفهموا هذه الخصوصيه ديال اللون الغوز خاصنا نرجعوا لرياضات اخرى ونشوفوا كيفاش تطبق في رياضات اخرى باش نفهموا كيفاش غادي ينفع الفيفا. وهذا الشيء بالمناسبه عنده علاقه بان اللون ما بقاش تختار لاجل الجماليه، وانما بقات ولا تختار لاجل اهداف رياضيه محضه. غنمشيو اولا رياضه الكريكيت. فمثلا في رياضه الكريكيت حتى هما كيستعملوا الالوان حسب الوقت ديال النهار وحسب الخلفيه. فمثلا الا كان النهار وكيكون الصبح كيكونوا الماتشات ديالها كيتلعبوا بالصباح، كيستعملوا كره حمراء. علاش؟ لان كره حمراء هي احسن حاجه غادي تبان في هذيك الخلفيه. اما الا كان الليل وكتكون الاضاءه الطبيعيه فراه كيستعملوا كره بيضاء. اما الا كان في الوقت ديال الغساق اللي هو الفجر او لا المغرب فراه كيستعملوا كره غوز. فانا غادي تلاحظوا ان في الكريكيت عاوتاني كيستعملوا كره غوز. نمشيو لرياضه اخرى مثلا اللي تقنات استعمال اللون الغوز، اللي هي رياضه كره القدم الامريكيه اللي ديال الان اف ال، ولكن كنهضروا على كره القدم الجامعيه. في عام 1979 المدرب الامريكي هايدن فراي، هذا المدرب هذا غادي يستعمل حتى هو الغوز، وغادي يستعملوا واحد الغوز معروف بسميت بينك بيكر ميلر. هذا البينك هذا هو واحد الشيد ديال البينك خاص، الهدف ديالو كيبرد الانسان. هاد الغوز هذا كان كيتستعمل حتى في السجون، وكان كيتستعمل حتى في المستشفيات ديال الامراض النفسيه. الهدف ديالو هو انه يبرد الانسان. فهو شنو كان كيدير؟ كان كيشد هذاك الكولور، داك الغوزي بالضبط، هذاك الغوزي. فاللي كان كيوقع كان ديك الساعه كيصبغ به الفيسير ديال الانديه الخصم. فاللي كان كيوقع كانوا اللعابه كيلعبوا ماتش فيه جرينتا، كيدخلوا ديك 15 دقيقه باش ديال الفيسير، كيخرجوا لعابه اخرين. وقدر انه يربح البطوله ديال كره القدم الجامعيه في ولايه ايوا، يمكن يربحها على المستوى الوطني. علاش؟ لان هاد الغوز هذا خاصك غير 15 دقيقه تريح فيه، كيبردك كيكالميك، بحال انت واحد 15 دقيقه هذه ما كانش فيك الجرينتا. فعاوتاني غيتستعمل الغوص. ولكن في كرة القدم عند الفيفا عنده واحد السبب اخر، ماشي سبب عنده علاقة بالاداء الرياضي، وانما عنده علاقة بالشوفة. كيف ما قلت لك باش نفهموا اكثر، نعرفوا انه استعمال اللون في كرة القدم اللي كنعرفوه حنايا مختلف على استعمال اللون في كرة القدم الاخرى. فمثلا الفيفا كتستعمل اللون لاجل الوضوح. فمثلا نعطيك على سبيل المثال في ماتشات ديال كرة القدم فاش كتكون الإضاءة الطبيعية ولا الإضاءة الصناعية كنلعبوا بكرة بيضاء. هاد الكرة كتكون بيضاء وكيكونوا فيها بعض فين لوغوات ولا مزركشات بألوان مختلفة كما وقع في الكرة ديال الكان ديالنا أو لا الكرة ديال كأس العالم. ولكن فاش تكون الأجواء بيضاء، أجواء مثلجة كيف ما كيلعبوا في السويد أو لا في النرويج أو لا في روسيا، كيكونوا كيلعبوا بكرة يا إما حمراء يا إما غوزية يا إما ليمونية. على اختلاف اننا كنستعملوا بالنسبه للرياضات اخرى اللون لاجل الاداء الرياضي، حنا كنستعملوا اللون لاجل الوضوح ديال العين. وغنقول لك علاش، لان عنده علاقه برياضه اخرى كتستعمل اللون لاجل الوضوح ديال العين، لانه كيأثر على الاداء الرياضي بطريقه غير مباشره. فكيف ما قلنا الكره كنستعملوا جوج انواع ديال الكره. ناخذ مثلا في 2005 جوج ديال الباحثين اللي هو راسل هيل وروبرت بارتون غادي يديروا واحد الدراسه على في الاولمبياد في الاولمبياد غيديروها في 2005 ولا يديروها على الاولمبياد ديال اثينا 2004. وهذه الدراسه غادي يدرسوا كاع المتابعين ديال رياضه المصارعه، وغادي يلقاو ان كلشي المتابعين اللي كانوا لابسين لباس حمراء كلهم ربحوا. اعتقد انهم ربحوا بالنسبه ديال 80%. وهنا غادي تلاحظ ان اللون الاحمر اللي هو اللون ديال هرمون التستوستيرون ديال الغضب ديال الدم عنده واحد العلاقه بالاداء الرياضي. في كرة القدم الفيفا قالت انه كتستعمل هادوك القطاسات الغوز لاجل الوضوح، حيت احسن لون كيكون بارد للعين وكيكون واضح مع الخلفيه خضراء هو اللون الغوز. كيف ما كيستعملوه في الكريكيت في المغرب الا كانوا ماتشات ديالهم في المغرب، او لا كيف ما استعملوا هذاك استعملوا الهدف ديال انه يبردك. ولكن فيفا كتقول لك وداكشي علاش وحداتو على كل شيء. ما يمكنش يكون واحد القوطاس بالصفر وواحد بالابيض وواحد بالخضر
وعقل واحد بالخضر في خلفيه خضراء. داكشي علاش وحدو احسن لون بارد للعين وسهل انه يتشد، اللي هو اللون الغوز على خلفيه خضراء. في احد الرياضات ايضا كيستعملوا اللون الهدف ديال انه يبرد الشوفه، حيت كاع يقول لك فاش كتبرد الشوفه كيخلي كلشي الثقل ديالك كيمشي للاداء الرياضي ديالك، واللي هي الرياضه ديال الجري. فمثلا الا غادي تكونوا كتلاحظوا ان المضمار ديال الجري اللون ديالو احمر، ما تلاحظوهاش ماشي كحل. علاش؟ لان احسن لون بارد للعين مع اللون الاحمر هو اللون الابيض، ماشي بحال الكحل والابيض. كيف ما قلت لك في هذه الرياضه هذه لاحظوا ان اللون الاحمر مع الابيض هو اكثر لون بارد للعين، وهذا الشيء غادي يخلي هاد العدائين انهم يحطوا الثقل ديالهم كاملهم في الاداء الرياضي ديالهم، فما غيبقاوش يركزوا بزاف في اللون، وهذا الشيء غيأثر لهم على الدماغ ديالهم الطريقه ديال الخدمه ديال العقل، اللي هي الحسابات اللي كيدير الدماغ. كيف ما قلنا عاوتاني ان الفيفا فرضت هذاك اللون لاجل الفار. وهنا غادي نفهموا واحد الحاجه مهمه بزاف، هو انه ما كاينش واحد الاختيار عشوائي ديال الالوان، خاصه حاليا في الرياضه، مع العلم ان الامريكيين سبقوا كره القدم العالميه في هذا الشيء، لان الامريكيين كيخدموا بزاف بالداتا. ولكن في كره القدم دابا ما بقاش واحد الاختيار عشوائي للالوان، وانما ولات الالوان عندها واحد الاختيار رياضي محض، والاختيار عنده علاقه بالاداء وبراحه العين. فإلا عجبك هذا المحتوى دير جيم بارطاجيه وشاركوا مع الناس، لعل وعسى انها تعمل فائده ونفهموا الناس علاش، وفي نفس الوقت غنكملوا في حوايج اخرين بحال هكا، نبقى نشرحوا كيفاش الحاجه خدامه وعلاش هذيك الحاجه خدامه. وشكرا.